واخيرا الواحد خلص الموسم التاني من مسلسل The Last of Us، وانا من الناس اللي كانت معجبة بالموسم الاول رغم مشاكله، بس كان متماسك وممتع في اوقات كتير. اما الموسم التاني فهو مش بس اسوأ مسلسل السنة دي، بل كمان من اسوأ المسلسلات اللي انا شفتها عامة، لان بعد الحلقة التانية واللي لازم اكون صريح واعترف انا كنت منبهر بيها لانها كانت متكاملة، وعجبني القرار الجريء بتضحية شخصية بيدرو باسكال. وهنا انا حماسي زاد للمسلسل، بس ما كنتش اعرف ان القرار الجريء ده هيكون سبب في انهيار المسلسل كله، لان دلوقتي ابطال المسلسل هما إلي ودينا، ودول ما يشيلوش مسلسل خالص ولا اقعد معاهم الوقت ده كله، فطبيعي هزهق. ده غير ان في حلقات مملة جدا، وفكرة ان من موسم اول انا كنت مستمتع بيه وفي الموسم التاني تخليني اقعد امشي كتير واسرع الحلقة علشان تخلص، دي كارثة بالنسبة لي. ده غير ان السيناريو فاضي ومفيش احداث مثيرة للاهتمام خالص. ويا جماعة الاجندات حاجة مستفزة قوي، المسلسل بجد مش طبيعي ان انا كل شوية تخليني اتفرج على حاجات مقرفة وتقلب البطن حرفيا، اللي هو ما ينفعش مثلا اكون لسه واكل وافتح المسلسل لان هتبقى كارثة ساعتها. فبكل تأكيد دي برضو قللت جامد من المسلسل، رغم ان ممكن تقول ان الموسم الاول كان كده، بس ما كانش للدرجة دي، على الاقل كانت حلقة واحدة، هنا انت عندك 7 حلقات كاملين. وعلى المستوى الاخراجي لازم اقول ان الاكشن هو افضل عوامل المسلسل، والتصوير والديكورات والمكياج كلها رائعة. الاداءات التمثيلية بيلا ريمسي اداء سيء جدا وما يشيلش مسلسل زي ما انا قلت، ولكن الاداء الافضل واللي المسلسل ما عرفش يستغلها خالص هي كيتلين ديفر، واللي على حسب ما عرفت ان لسه شخصيتها هتكون مهمة في الموسم الثالث. يعني انا اصلا مش ناوي دلوقتي اني اشوفه غير بقى لما ينزل، وسمعت مثلا انه عمل حاجة حلوة، مع اني ما اعتقدش الصراحة. غير كده انا مش عايز ارجع تاني للعالم ده. تقييمي للموسم الثاني من مسلسل The Last of Us هيكون 3/10.